السلام عليكم يا احلى متتبعين، كنتمنى لكم تكونوا باتم الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم واحد المملحات اللي كيتيجيو اقتصاديين، كيخرجوا كميه كثيره وكيجيو فنين غزالين، ما تشبعيش منهم، تاكلوا وتعاودي تاكلي ان شاء الله. ان شاء الله تجربوهم، تخليوا لي التعليق ديالكم. مرحبا بكم معايا في هذه القناه المتواضعه، وان شاء الله كل استفاده. واللي مازال ما شاركش كنقول لك انضم لهذه القناه المتواضعه. وشكرا لكم بزاف بزاف على اللايكات ديالكم، على التعاليق ديالكم، على الانضمام ديالكم لهذه القناه. ان شاء الله غادي نبداو هذه الوصفه ديال اليوميه، مقادير الاقتصاديين. والمقادير هما هادو هما الاساسيين، يعني هذاك الشكال او الطوابع او المذاقات، يعني اللي بالزعتر، اللي بالججلان، اللي بالحار، اللي كل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو، كل واحد على حسب الشكل اللي بغى. ليسونسيال هما المقادير الاساسيين، هما اللي كنعتمدوا عليهم دائما. وبسم الله على بركه الله غادي نجيب واحد القصريه وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. عندي هنايا ربعه ديال الزبده، عندي 5 الفرماجات مثلثات، عندي معلقه صغيره ديال بودره الثومه، معلقه صغيره ديال الخل، وواحد كاس عامر ديال الزيت، واحد معلقه صغيره ديال الابزار، وشويه الملحه، ودانون طبيعي. غادي نشوفوا ومعلقه كبيره ديال الخردل او المطارد. غادي نشوفوا ان شاء الله المقادير وحده وحده. وخماره وحده، ما غاديش ندير خماره كامله، غادي ندير غير نص خماره لانهم هما ما كيبغيوش يخمروا. الا درتي خماره وحده في كيلو ديال الدقيق فهما غادي يجيو منفوخين بزاف، ما غاديش يعطيوك واحد المنظر اللي هو زوين. كندير نص خماره فقط. غادي ناخذ كيلو ديال الدقيق وغادي نغربلو جوج مرات. كما كنقول لكم، الدقيق دائما كنغربلوه مزيان باش هكايا تعطينا واحد النتيجه اللي هي مزيانه. غادي نضيف هذاك كيلو ديال الدقيق كله في القصريه. هنا غادي تشوفوا المقادير دقه دقه، يمكن زغبت عليكم في المقادير في الاول، وانما غادي تلقاوهم ان شاء الله مكتوبين في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. عندي هنايا 5 الفرماجات. بالنسبه للناس اللي بغات دير كثر من 5 الفرماجات ممكن. بالنسبه للناس اللي بغات دير 5 الفرماجات، دير 5 فرماج محكوك، يعني 200 غرام ولا 100 غرام على حسب كل واحد بالاستطاعه ديالو. المهم هي كتجيب هذاك ديال الفرماج كيجي عاطفي. عندي هنا رابعه ديال الزبده، ديال لا بريري او لا فاميليا، مهم تكون هكايا ديال العلبه، لانها كتعطي واحد الطوع، وكتكون هاد الزبدات ديال العلب كتكون ميدمه، كما كنقولوا كتكون ميدمه بزاف. صافي كاس ديال الزيت. هنا غادي ناخذ واحد معلقه كبيره ديال الخل، نضيفها الخليط. مباشرة غادي ناخد البودر ديال الثومه، اولا ممكن تاخدي دامة البنه ديال الثومه، هذاك الدويمات الصغيورين هذوك ديال 10 ريال ومع تباكيه ب70. المهم غادي ناخد معلقه صغيره ديال بودره الثومه، فتا هي كتعطي واحد المذاق زويون. نتوما شفتوا معلقه كبيره لانما ممسوحه ماشي عامره، بحال قلتي معلقه صغيره عامره، ولكن انا كما شفتوا نتوما تشوفوا المقادير ديالي كلهم قدامكم. هنا غادي ناخذ الابزار. الابزار حتى هو غير معلقه صغيره، ما كتروش منه، لانه غادي يجيو شي وحدين غادي يجيو فيهم الحار، يعني غيجيو حارين، والاخرين غادي تجي فيهم خاص تجي فيهم هذيك المذاق ديال الفرماج، والمذاق ديال المطارد. غادي ناخذ الملحه القياس ديالي، يعني كما شفتوا نص معلقه، يعني قياس ديال كيلو ديال الدقيق. ما نكتروش الملح لانه الا كترنا الملحه غادي تجي مالحه. خديت انا غير شويه الملحه. هنا دانون طبيعي مسوس، بدون نكهات، بدون سكر، بدون حتى شي حاجه، يعني دانون ديال الطياب، اولا كنقولوا دانون طبيعي مسوس. هنا الموطارد راه مابقاش عندي بزاف، غير واحد المعلقه. مهم غادي نديباني بداكشي اللي عندي. مهم ديروا نتوما معلقه كبيره. هنا الخميرات الحلوى ما غاديش نديرها كامله، كما قلت لكم ما نديروش خميره كامله، غادي نديرو غير نص خميره. انا اول مره درت هاد المملحات درت خميره وحده، فملي طبعتهم جات منفوخه وجا الشكل ديالهم ما بقاش زوين، فاضطريت انني نبقى ندير هكايا نص خماره. انا دابا هاد المقادير هما المعتمدين عندي، يعني راه ماشي درتهم مره واحده ولا جوج، راه درتهم شحال من مره شحال من خطره خرجتهم كوموند هكايا، طلبوهم مني الناس، هما كيجيو زويونين وكيجيو مقرمشين. ونقول لكم واحد الطريقه باش يبقاو لك على مده، يعني يبقاو لك دائما. يعني انا تشديهم
من بعد ما طيبيهم خليهم حتى يبردوا. مثلا طيبتيهم اليوم ديريهم في بلاستيكه وعقديهم مزيان وخشيهم في الكونجيلاتور. واخا يكونوا جايين عندك الناس، يعني ما تجي فين طيبي اتاي تلقاي هذاك المملحات ما كيشربوش الماء اصلا، كيجيو زويونين. صافي من بعد ما حربلت هذاك الشيء، ماشي حربلت، مشى لي المستطاح. بعد ما بسبستهم مزيان هكا كاينه، تلبست هذاك الدقيق مع دوك المكونات اللي عندي كاملين. صافي غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف ان شاء الله الماء. فالماء ما غاديش نضيفو بزاف لان خاصها تجيني شويه قاصحه العجينه، ما خاصهاش تجيني رطبه. غادي نبدا نجمع فيها، وانا كندلك هكايا بهذه الطريقه، ونحاول انني ما نديرش الماء بزاف. فانا هنايا هزت ليا نص كاس ديال الماء، وكل واحد وعلى حسب الدقيق ديالو، على حسب الدقيق ديالو. صافي المهم كما قلت لكم انا هزت ليا نص كاس ديال الماء. تقدر تهز لك قل، تقدر تهز لك كثر، المهم نص كاس ديال الماء اللي هزت لي انا. كيف ما قلت لكم ما تجيناش قاصحه، نبقى نرش في الماء وانا كنجمع حتى تجيني شويه العجينه قاصحه بحال ديال، ماشي تا العجين، ماشي بحال ديال عجينه الخبز، وانما قصح من عجينه الخبز. من بعد ما نعجنها الا جاتني جاريه غادي نبدا نرش في الدقيق ونبدا نجمع. ها انتم بحال ما هكايا نبدا نرش في الدقيق ونجمع. الا جاتني شويه رطبه بزاف كما قلت لكم خاصها تجي قاصحه. المهم المعلومه وصلات. من بعد ما غادي نجمعها غادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي ونخشيها في الثلاجه مده 3 سوايع. 3 سوايع. ولا عندك شي شغل اخر خليها حتى اكثر، ماشي مشكله. عجنتيها في الصباح تخليها حتى الليل كاع وتصدي الطبعي وهكايا، المهم حتى تكوني ساليه. انا خليتهم هنايا حتى زربان عليها، خليتها 3 سوايع. 3 سوايع كافيين باش هكايا كتجمع لينا العجين. خليتها ساليت شغلي وكلشي، وعاد باش ندخل انا الكوزينه انا وياها، وبديت كنسرح هي كتاخذ الوقت في التسراح والطبايع وداك الشيء، لانهم نتوما عارفين السريح والطباعه ماشي بحال لولب وخشي. صافي غادي نسرحها ان شاء الله. غادي نقسمها على 4، لانني انا باغا ندير الاولانيه بالهريسه، ماشي بالهريسه، بالفلفله السودانيه، والثانيه باغا نديرها بالخشخاش، والثالثه باغا نديرها بالجنجلان، والرابعه باغا نديرها بالزعتر. كيجيو مذاقات زوينين، المذاقات اللي هما فنين. خلاص ملي كنشدهم انا كنشد كل وحده كناخذ منها حبه 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 وناكلهم، كيجي يعطي واحد المذاق زوين ونفن. المهم كيف ما قلت لكم الاحتفاظ ديالها كيفاش ديري لهم، تخشيهم في الكونجيلاتور راه كيبقاو زوينين على مده يديو لك حتى 3 شهور وانت عندك في الثلاجه. هادشي لا كثير لا كتير زعما ماشي بحالي انا كل شويه نقب حتى ما كتبقى حتى شي حاجه. صافي غادي نبقى كل حربول هكايا نشدو نخشيه في بلاستيكه ونخشيهم في الثلاجه باش هكا ملي نسرحهم تعطيني الطوع، يعني تكون مجموعه ليا ديك الزبده ما تكونش دايبه. مع حراره المطبخ غادي تذوب الزبده. صافي من بعد ما غادي نجمع كل وحده بوحدها غادي نبدا نسرح فيهم، وكل وحده غادي ندير لها الشكل ديالها ونخليكم مع الصور ومع الشكيلات بلا ما نكثر معكم الهضرات. انا عييت بلا ما كثرت. شوفوا لي لمياء ولا بد تشوف العجينه، ما يمكنش ما تاخذش منها، ما يمكنش، هذا مستحيل انها ما تاخذش منها. باش تجيكم ساهله البنات باش تسرحوا هكايا كيف ما دائما متعودين في الصابلي ولا اي حلوه كتسرح هكايا كنديروا ما بيناتهم بلاستيك باش كنحط المدلك كيمشي دغيا كنسرحها في المدلك. المهم نخليكم مع الفيديو. عفاكم البنات ما تنساونيش باللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين. ولا جربتوا الوصفه علاش لا ما تجيوش تقولوا لي راه جربناها والله يرحم والدينا وشكرا لك بزاف، باش نعرف الناس راه كيجربوا الوصفات ديالي وكيعجبوهم. شكرا لكم بزاف الحباب ديالي.
المهم البنات بعد ما كملت الشكال كاملين كيف ما كشفتوا، كاين اللي طبعتهم كاين اللي دوزتهم غير بالجراره ديال الشبكيه. غادي ناخذ 2 صفار ديال البيضه وغادي نضيف عليهم معلقه ديال الحليب وغادي نخلطهم هكا مزيان مع بعضياتهم، وغادي نحاول انني ندهن لاطات اللي عندي. انني كملت لاطات كاملين على باش بديت ندهن باش نطيبهم باش نقابلهم في الطياب لانهم دغيا كيطيب. صافي غادي نبداو ندوز هكايا بالشيته باش يجيوني محمرين هكايا ويعطيو واحد اللون ذهبي ديال بصفار البيض هكايا. ندوز كيف ما قلت لكم الشيته على اللاطات كاملين عاد باش غادي نبدا نطيب فيهم ان شاء الله. الطياب ديالهم بالنسبه للطياب ديالهم فهما ما كيطيبوش بزاف من التحت، دغيا كيطيبوا، ومن الفوق غادي نحمرهم في زعما العافيه مهيله، ماشي نجهد عليهم العافيه بحال الشكل ديال الطياب ديال الصابلي. حتى من التحت نقص عليهم العافيه باش يطيبوا ليا وتقرمشوا ليا، ومن الفوق عاوتاني نقص عليهم العافيه باش يتحمروا ليا وتقرمشوا ليا. الا جهدتي عليهم العافيه بحال دغيا كيطيبوا، ما كيجيوكش مقرملين هكايا اللي غادي تاكلي الحبه وتحسي بها مقرمله، ما غاديش تجيك، غادي تجيك بحال طيبه وهي خضراء، ما غاديش تجيك زوينه. المهم دائما البنات نقصوا الصابلي ولا بحال هاد المملحات ولا شي حاجه اللي بغيتو تجيكم مقرمله هكايا، نقصوا على العافيه. ان شاء الله تعجبكم الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم بزاف بزاف.